انت يا ابني يا اللي مزعل امك منك. انت عارف انت عامل ايه؟ انت قافل باب الرحمة والستر والسعادة في حياتك، ماشي كده في الحياة مش حاسس انت ألمتها ووجعتها قد ايه. انت عارف ان امك كل يوم بالليل بتنام دموعها على خدها وقلبها كله وجع وانت ولا همك. صدقني كل الأبواب هتقفل في حياتك، والله العظيم الدنيا هتضلم في وشك. اوعى تاخدك الجلالة في انك عايش مبسوط، ده رضا الأم من رضا ربنا. اجري يا ابني على أمك صالحها قبل فوات الأوان، اجري وانزل على رجليها وإيديها وبوسهم واطلب منها انها تسامحك. مع اني مفيش أم بتزعل من ابنها، لكن في أم بيتوجع قلبها على ضناها. اوعى تغزل أمك، مفيش حد هيحبك زي أمك ولو قابلت مين. اجري على أمك صالحها قبل فوات الأوان، بدل ما يجي عليك يوم وتحس ان ربنا خد منك كل حاجة في حياتك. علشان صدقني كما تدين تدان. صدقني هتعدي الأيام وهيجي اللي يزعلك. خد رضا أمك في الدنيا علشان هي مفتاح رحمة ربنا عليك في آخرتك. فاجري على أمك واطلب رضاها قبل فوات الأوان، علشان ممكن في لحظة تكون أمك مش موجودة حواليك، وساعتها انت هتموت من الحسرة ودايما هتحس بتأنيب الضمير. وفي النهاية حس أمك في الدنيا، وبعد الأم مفيش حياة.